إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد فيا أيها الناس. أستاذ محمد افتح الطاقة الذي في الغرفة الله يجزاه. وبعد فيا أيها الناس، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. إن منظار الناس وميزان الناس يختلف عن ميزان الخالق تبارك وتعالى، فإنك أيها المسلم ترى في اختيار الناس لجمال الأرض والبلدان والمناطق على حسب ما يهوون وما يعشقون، وكل له فيما يحب مذهب وطريق، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة تبارك وتعالى. فهناك بقاع من الأرض لها اصطفاء إلهي وتفضيل رباني، فليس للمنظور البشري إدراك له. فمكة أم القرى أرض ضيقة مسالكها، وعرة جبالها، مجدبة أوديتها. وصفها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ومع ذلك هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، وفيها أول بيت وضع للناس. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. جعلها الله عز وجل قبلة للعباد من المسلمين في صلاتهم وتوجههم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أيها الأحبة في الله، حرمك الله تبارك وتعالى وحماها وعظمها ورعاها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وثمة أرض أخرى لك في شريعة الله تبارك وتعالى مكانة وتفضيل، أرض مقدسة، مهجر نبيين فاضلين إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام. ونجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض المحشر والمنشر هي الأرض التي سينزل فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. إنها أرض المسجد الأقصى، ثالث المسجدين وأولى القبلتين. وبين المسجدين أيها الكرام عقدت أواصر العقيدة وبنيت معالم التوحيد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله أبو ذر رضي الله عنه فيقول: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول مسجد بني على الأرض المسجد الحرام، ثم يليه المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد
في الفضل بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لفضلها وعظيم منزلتها وجليل مرتبتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. قال: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. أيها المسلمون، إن هذا المسجد له فضائل عظيمة. وانظروا أيضا إلى العلاقة، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء عليه الصلاة والسلام، فقال الله له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، فول وجهك شطر المسجد الحرام. صلى المسلمون إلى المسجد الأقصى 16 شهرا، وفي رواية 17 شهرا يصلون وقبلتهم آنذاك إلى المسجد الأقصى أولى القبلتين، ثم تحولت هذه القبلة أيها الكرام إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. أيها الأحبة في الله، كانت الرحلة الكبرى والمعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة التكريم والتشريف، رحلة الإسراء والمعراج، كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كان الإسراء أيها الكرام لتبقى أوثق العرى بين هذين المسجدين على مر العصور قائمة، ويبقى ارتباط قوي لأحدهما بالآخر. فهذان المكانان معقلان من معاقل الإسلام وحصنان من حصون التوحيد. أيها المسلمون، قيل الأقصى لعلاقته ببعده مسافة ومساحة عن الكعبة المشرفة. أيها المسلمون، أرض مقدسة زيادة على أنها مباركة كما وصفها الله عز وجل فيما سبق في آية الإسراء. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فسماها مقدسة طاهرة من الشرك. هكذا معاشر المسلمين، فاعلموا حفظكم الله وأيقنوا رعاكم الله أن هذه الأرض مقدسة من الشرك والوثنية، فلا يمكن أن يكون لليهود الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى مكانا فيها مهما طال احتلالهم ومهما طال أسرهم لهذا البيت المقدس المبارك، فإنهم إلى زوال. فما دام أن التاريخ قد أرانا تحرير الأقصى من أيدي هؤلاء الوثنيين المشركين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى وغيرهم، كانت الأولى على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء صلاح الدين رحمه الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون الأقصى هبة توهب من الأمم المتحدة أو من أمريكا أو من الغرب للقيط بني وغرس بين المسلمين من أجل أن يثير الفتن باسم تلمود ونبوءة كاذبة في تواريخهم وفي كتبهم المحرفة. إن الأقصى للمسلمين، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالمسلمين في الأقصى، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام ليبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة
هي أولى الأمم بهذا المكان، وأن الأمم تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الذي لا إله غيره أن يوفقنا وإياكم لكل خير، واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا، وبعد، فيا أيها المسلمون، إن الولاية لهذا البيت المقدس هي لأهل التوحيد والعقيدة الصحيحة الذين آمنوا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولا، وبهذا الدين عقيدة ومنهاجا وتوحيدا. وهم كفار قريش افتخروا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسقايتهم الحجيج وبخدمتهم لبيت الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل لهم: أجعلتم سقاية الحاج كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. مهما خدم الخادم وعمل العامل لبيت الله تبارك وتعالى من أعمال وقدم من تضحيات، ما لم يكن موحدا لله تبارك وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلمون، الله عز وجل أيضا يكرر الحديث عن هذا الأمر ذي الأهمية القصوى، في أن المسجد الحرام والمسجد الذي لله تبارك وتعالى أيا كان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فهؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله أيا كانت هذه المساجد. قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، بماذا يصدون وهم سدنته؟ بماذا يصدون وهم خدمته؟ بماذا يصدون وهم يتفاخرون بالمسجد الحرام، يتفاخرون بخدمته، ويتفاخرون أنكم أهله وذووه وأنكم حماته؟ فبماذا؟ ثم بماذا أيها الكرام يبين الله تبارك وتعالى أنه سيعذبهم، وأنكم مهما فعلوا مما فعلوا ومما تفاخروا لا يمكن أن يكون في مقياس رب العالمين موجودا أو مزبورا؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياء الله وأولياء هذا الحرم وأولياء المسلمين هم المتقون، أهل الإيمان، أهل التوحيد، الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. فلهذا أيها الكرام، في أي مقدس من مقدسات المسلمين، وفي أي حرمة من حرمات المسلمين، وفي أي معظم مما عظمه الله للمسلمين، لنعلم قاعدة معينة مهمة، أنه تبع. عظمنا الحرم وأحببناه وتهوى إليه الأفئدة لأن الله عظمه. عظمنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتهوى إليه الأفئدة ويحبه الناس ويجدون السكينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عظمه. عظمنا المسجد الأقصى وأحببناه وندعو له ونقف معه، وها هي الأمة منذ أن احتل المسجد الأقصى ومنذ أن وقع فريسة بيد اليهود بمعاونة النصارى من أهل الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، وهي تضحي وتقدم الغالي والنفيس. ذهبت الأرواح فداء للمسجد الأقصى، ثم الأموال التي كانت تجمع من بلدان المسلمين كلها فداء للمسجد الأقصى
تلك الأموال التي جمعت في المساجد والمدارس والمنتزكات والنوادي وجميع مجتمعات المسلمين وجمعياتهم، كل هذا دليل على حب هذه الأمة للأقصى. ثم اليوم نأتي لنظلم هذه الأمة ونسبها عامة ونلعنها إجمالا. يا أخي، إن كان حكامها مقيدون مكبلون مسلسلون مغلغلون بمواثيق وبذل وهوان، فهذه الأمة قدمت الكثير عبر تاريخها للأقصى، قدمت مهجها، ولو سمح لها لرأيت الناس زرافات ووحدانا يحررون الأقصى ويجاهدون من أجل تحريره من دنس اليهود والنصارى. فهنيئة، ولا بد أن نعطي الأمة حقها لا أن نظلمها. اليوم مجرد شعارات من بعض من يتاجر بالقضية الفلسطينية، ومجرد فرقعات ممن يتاجر بالقضية الفلسطينية، وإذا بك يمدح ويثنى عليه ويعلى شأنه ويدافع عنه. وهذه الأمة المسكينة التي كان طفلها يأخذ رغيفه، قيمة رغيفه، فيلقيه في الصندوق عندما يرى مسجد الأقصى أمامه، وعندما يتحدث المتحدث عن غزة وعن فلسطين. نساؤك اللاتي وكبن الذكب من على رقابهن كبارهم وصغارهم، لا يذكر لكم هذا الخير ولا يثنى عليهم، بل يلعنون وتسب الأمة بعمومها. هنا أيها الكرام تنقلب الموازين عند كثير من الناس، أصلح الله حالنا وحالهم. أمر آخر، اعلموا أيها الكرام أن من وقف مع قضايا المسلمين لا يعني أن نصحح دينه، ولا أن نصحح ملته، ولا أن نصحح انحرافه ومساره. وقف من إنسانيته، وقف من ضميره، وقف أي موقف وقف. فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال إن وقف يهودي صححنا يهوديته، إن وقف نصراني صححنا نصرانيته. صرنا هكذا، صرنا نوالي ونعادي بغير التوحيد والعقيدة الصحيحة. صار الناس يوالون ويعادون في بوصلة ويخطئون التقدير. الأقصى لا يزايد عليه مسلم ولا يزايد عليه أحد، حبه في قلوب المسلمين ودعوات المسلمين ليل نهار، ولكن ما هي البوصلة التي يجب أن يقاس بك الناس وأن يوزن بك الناس؟ العقيدة، التوحيد. من وقف صادقا من غير ملل الإسلام نشكره، لا بأس أن تشكره، لكن لا تصحح منهجه ولا تصحح دينه ولا تصحح عقيدته. من وقف مع الأقصى صادقا، فكيف بمن لم يقف صادقا؟ كيف بمن يتاجر بالأقصى؟ بالأمس غزة أكثر من 2 وهي تباد وتكد وتدك بيتا بيتا ومنزلا منزلا، يموتون أكثر من 70,000 شهيد نحسبكم والله حسيبهم. والناس إلى اليوم في غزة يتجرعون الأمرين. أين تلك الصواريخ التي كانت بحاجتها غزة لدك دولة الاحتلال؟ أين ذهبت؟ اليوم تلك الصواريخ تقصف الخليج وتقصف نفط الخليج وكهرباء الخليج وماء الخليج. أين هي؟ أين كانت تلك الصواريخ التي بزعم أن القواعد الأمريكية في الخليج؟ هاكي أذربيجان قواعدك الأمريكية ملعى، هاكي أذربيجان أكبر مصدر لدولة اليهود بالنفط. لماذا لا تضرب؟ لماذا لا تضرب؟ بلاد المسلمين ذهبت سوريا، ذهبت اليمن، ذهبت العراق، ذهبت لبنان، واليوم يريدون أن تذهب الخليج وأن تصبح بلاد المسلمين ديارا بلاقع. تختلف مع حكامها، تتفق معهم، هذا أمر آخر. نحن نتحدث عن مسلمين يضر بهم ولا دخل لكم في هذه المعارك، ثم نطبل لعدوهم ونطبل لمن يقتلهم، بل لمن قتلنا في سوريا والعراق واليمن نطبل له ونثني عليه. بأي حق؟ بأي حق أنا كيمني قتلت وشردت من داري وبلدي
تطبل لعدوي وقاتلي. بأي حق لا تراعي مشاعري كسوري ماتت أمي وذهب ولدي وإخواني في صد جنايا؟ بأي حق أنا كلبناني أسرت وحبست وشردت من داري في أصقاع الدنيا تمدح عدوي وتثني علي؟ بأي حق هذا؟ هل دمك خير من دمي؟ وهل ماؤك خير من مائي؟ أليست دماء المسلمين تتكافأ؟ أليس عدو المسلمين واحدا؟ فلماذا نفرق بين أعدائنا ولا زلنا في التاريخ القريب؟ ما زلنا في العهد القريب، ما زال صديان لم يجف، ما زالت مآسي المسلمين لم تجف فيك أيها المسلمون. إذن الولاء لله وفي الله، الحب لله والبغض لله، لا مع الله، لا مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حرمة دم المسلم، قال ذهاب الكعبة حجرا حجرا، حجرا حجرا، الكعبة المشرفة، قال أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. انظروا الميزان ليس حجرا ولا أرضا وإن كانت معظمة، لكن هناك موازين متفاوتة، يبقى هذا الأعلى وهذا تحته، فلا نجعل الأدنى أعلى ولا نقلب الأمور والموازين. من يسب الصحابة ويسب عمر فاتح القدس، هل تظن أنه سينصر القدس؟ من يكفر عمر بن الخطاب ويراه مأبونا أكرمك الله في كتبه، هل تظن أنه سيحرر القدس؟ من يكفر صلاح الدين ويلعنه ليل نهار في كتبه وفي أشرطته، هل تظن أنه سيحرر القدس؟ من يراك كافرا مرتدا لأنك لم تؤمن بولاية علي، هل تظن أنه حين يحرر القدس إن حررها سيبقيك حيا وهو يعتقد في بروتوكولاته أن دمك حلال زلال عذب يدخل به الجنة؟ أفيقوا من غفلتكم يا معشر المسلمين، إنها عقيدة لا ينبغي المساومة عليها، إنه منهج لا ينبغي أن نجعله في الأخير بل هو في الأول، وإن تمسكنا به سيحرر الأقصى وتحرر بلاد المسلمين بإذن الله قريبا عاجلا غير آجل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها.